سلام عليكم بادرس، كيف الحال؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ملك وكينج الاعياد سبيد جاب العيد اللي يمكن انها مسيرة. طبعا كلنا نعرف سبيد وعياده، زي انه مره قال له واحد من متابعينا جرب تحط كاسه في فمه وشوف شو بيصير. فسبيد جرب وحرفيا جاب العيد، بدا يصارخ وصار خايف من نفسه، فمه صار كبير ويخوف. شوفوا بلا صياح انفجع لما شاف وجهه، ما صدق انه هو. المهم من جهة تانية سبيد دخل الإسلام وصار يصلي ويقصف جبهات الإسرائيليين. شوفوا كيف رد على هذا لما قال لأنه هو من إسرائيل. By the way, where are you from? I'm from Israel. Are you from Israel? Hey, free Palestine, bitch! والله جيم يستاهل نقاط ريسبكت. ومن ناحية تانية محقق أحلامه وأحلامنا بصور. كان حلمه يتصور ويشوف كريستيانو، بس جابوا لك كريستيانو مزور وما أدري كيف يشبه كل هذا الشبه. طبعا عمليات تجميل وكذا والعياذ بالله، بس ما أدري كيف طلعوا يشبه كل هذا الشبه. الأطباء قلبوا ينسخوا الناس زي المفاتيح. الله يعيننا. بس يمكن أصحى بكرة ألقى الشعب كله قلبين وجوههم واحد مسوي عملية يبغى يشبه توم كروز لأنه وجهه مربع كأنه بطارية سوناتا. الله يعيننا. بس المهم لما جابوا له رونالدو المزور فشل فشلة قوية، ولكن بعد شهور شاف كريستيانو رونالدو وتصور معه وحقق واحد من أكبر أحلامه وأحلامنا طبعا. وقبل شهرين يمكن تصور مع نيمار في اليابان، يعني تصوروا مع كل اللعيبة ما عدا راموس القبيلة واللي هو أنا. يعني تصورت مع نيمار وجبت 200,000 لايك، وتصورت مع رونالدو وجبت 600,000 لايك. قليل صح، لو تصورت معي أقل شيء بتجيبها مليار يلا، شهرتي ما تتقارن أبد. المهم سبيد لما كان في اليابان وتصور مع نيمار لقى واحد من اليابانيين ملوك الفرش، فاهم كيف؟ مسكه وطفى له عينه كأنه شمعة، يعني فرش مو طبيعي. وطلع في مقطع يقول إنه مو متأكد شو ضرب بعينه، شكلها كان سكين والله شيء قوي. والله انا احس انه ضربه بيده، يديه قويه الصح. يجي لك واحد ضربه في وجهك اذنك ترى تحس كانه كهرباء دخلت في وجهك من قوه الضرب. الله يعيننا. بس فالمهم سبيد لما تعرف صارت عينه تشوف اكثر من الاول، رجع هو يصرخ ام باك خلاص فهمنا يا اخي انت رجع. لكن بعد لايف رجع فتح لايف ثاني وجاب فيه العيد. يا اخي حتى لو جمعت كل عياله ما يوصل هذا العيد. طبعا هو كان فاتح لايف زي كل لايفاته يلعب لعبه رعب، انا قد نعرف حركاته يصارخ ويعيط ويرقص وحركات الغبيه. المهم يلعب في لعبه رعب خاف وقام يرقص من الخوف، وفي ذيك اللحظه طلع شيء حساس مستحي يقوله، يعني بالمختصر خانه سرواله. والله موقف زفت، الله يحطنا مكانه. والحمد لله على نعمه محتوى الرياكشن، لا تطلع وجهك ولا حد يعرفك، تعمل كل شيء وانت مطمن، ما حد بيدري من انت عايش غامض كان كبير. كلهم يعرفوا انه فيك مي بس ما يدروا شو في تحت المي. حكمه مكيس. المهم سبيد كان لقم ستراك من زمان، والمفروض اليوتيوب يلقموا ستراك تاني على العيد اللي جابه، بس اليوتيوب اشتغل واسطه زي الاستاذ اللي ينجحك بدون ما تدرس عشانه. يعني اليوتيوب مشيها له والمفروض ما يمشيها، واصلا اليوتيوب ما يمشي اشياء كذا بدون سبب. يعني في سبب ان اليوتيوب قرر يمشي لسبيد العيد اللي جابه. فالسبب هو انه سبيد قبل كان يبث على منصه تويتش، بس انحظر على تويتش بسبب عياده وانتقل يبث على اليوتيوب، وكون قاعده جماهيريه كبيره قريب يوصل على 20 مليون مشترك، يعني صار عنده جمهور كبير متفاعل. وسبب اللي ما خلى اليوتيوب يلقم اشتراك او تنحذف قناته والله يطفش من اليوتيوب بسبب اشتراكات ويروح منصه ثانيه. وهذا اللي تخاف من اليوتيوب، ينتقل لمنصه ثانيه وياخذ معاه على 20 مليون. فاليوتيوب ما اعطوا اشتراك لانه يمكن اكثر واحد بس تجيب تفاعل في اليوتيوب كله، واليوتيوب يبغى زاد تفاعل ما يبغى يروح بزي السهوله. فسبيد الحين شكله داخل في حاله اكتئاب ونفسيه متدمره بسبب الشيء اللي صار معه، ويمكن يعلن اعتزاله قريبا ويكمل في مسيرته. وبس ان شاء الله فهمت القصه. لو فهمت القصه اضغط على زر الفهم، ولو فهمت كثير اضغط على زر الفهم الكثير، ولو ما فهمتش اسحب حبل ما فهمت وبس. ترقبوا المقطع القادم. Yeah.